السلام عليكم اخواني اخواتي، جيناكم فيديو جديد. هذا الفيديو غادي ندويو فيه على لي زير دروب. شحال من واحد كيقول لي شنو هو هذا الاير دروب، شنو المعنى ديال الاير دروب، وعلاش غيعطيو هاد الشركات الفلوس فابور. على الشركه غادي تجيو تعطيو الفلوس فابور لبنادم؟ واش هادو حماق؟ واش هادو؟ خويا انا نشرح لك الاير دروب في 5 دقائق ولا ما واصلاش. غيكون فيه بالزربه خفا زربا. شنو هو لي زير دروب؟ لي زير دروب هي ان واحد الشركه معينه كدير واحد العمله معينه، كتصنع واحد العمله معينه، كتبغي دير لها الاشهار، في عوض ما تمشي عند اليوتيوبر ولا تمشي عند الناس اللي مشهورين في الانستغرام وتخلصهم فلوس باش دير الاشهار ديالها. وهذاك الاشهار ملي غادي ديرو عند واحد يوتيوبر ولا عند واحد كيدير انستغرام، غادي يجيو واحد الناس من واحد الكوميونيتي اللي بعيده. يعني غتمشي تخلص واحد في المغرب مثلا يدير ليها اشهار، شكون غادي يجي يتبعها؟ الناس اللي كيتفرجوا في روتيني اليومي، الناس اللي يتفرجوا في داك الاشهار، يتفرجوا اللي كيتفرجوا اللي مولفين بروتيني اليومي ولا مولفين فلان دابز مع فلان. شنو غادي تستافد منهم هاد الشركه اللي هي باغا دير اشهار للعمله ديالها؟ مثلا ابطوس، مثلا شركه ديال ابطوس باغا دير العمله ديالها، باغا دير لها اشهار. واش تمشي تخلص شي واحد كيدير فيديوهات على الحريق ولا شي واحد كيدير فيديوهات؟ ما غاداش تخلص ناس اللي في اليوتيوب. شنو كدير اير دروب. اير دروب هو واحد الطريقه استثماريه، هو الماركتينغ. الماركتينغ كيديروه عن طريق اير دروب. كيقول لك حنا غادي نفرقوا العملات ديالنا فابور، غادي نعطيوكم، ماشي غادي نعطيوكم كاع العملات، غادي نعطيوكم كل واحد 1000 دولار ولا 5000 دولار ولا 6000 دولار لكل واحد شارك عندنا في الاير دروب. والطريقه الثانيه هما انهم كيكونوا يشوفوا ديك البلوك تشين ديالها، البلوك تشين ديالهم كيشوفوا القوه ديالها. ملي كتدخل انت مثلا شركه، نعطيو مثال كشركه مثلا فتحات بحال الفيسبوك. هاد الشركه اللي فتحات بحال الفيسبوك بغات تيستي ديك البلوك تشين ديالها، بغات تعرفها واش خدامه مزيان، واش كيوقعوا لي بروبليم، واش ما كيوقعوش لي بروبليم، واش سميتو، واش الناس كتصيفط الميساج كيوصل، واش ما كيوصلش. كيديروا الاير دروب باش انت تدخل تيستي ليهم، الشركه ديالهم تدخل تيستي ليهم ديك البلاتفورم ديالهم. خاصهم يعطيوك مكافاه باش تدخل تيستيها. ملي كتدخل اول حاجه كدير لهم اشهار بانك كتدخل انت، وكندخل انا وكنقولها لصاحبي وكنقول له دخل راه غادي نعطيو اير دروب، وهادي كنديروا لهم اشهار. ثاني حاجه كنتيستيو ليهم البلاتفورم ديالهم. ملي كنتيستيو البلاتفورم ديالهم كنعرفوا المشاكل اللي كيكونوا فيها. مثلا انايا مثلا واحد البلاتفورم دخلت درت ترانزاكسيون، صيفطت وليت استقبلت، الاستقبال والارسال ما دازوش بالزربه. كيعطيوك الكومونتاريو، كيعطيوك باش تكتب لهم واحد التعليق، كنكتب لهم بان عندكم مشكل في الاستقبال وفي سميتو في الارسال. كيمشيو هما كيداركوا داك الموقف، كيخدموا على الشبكه ديالهم اكثر. اول حاجه كيتفاداو المشاكل اللي غادي يوقعوا من بعد في الشبكه ملي غادي يكون عليها الضغط. وثاني حاجه انهم كدير لهم اشهار، وهذاك هو الربح ديالهم. يعني هو ماركتينغ. هما علاش كيفرقوا دوك العملات؟ راه هو اشهار بطريقه ثانيه ديال العملات المشفره او العملات الرقميه. هذا هو لي زير دروب. مثلا في القديم باش كان البيتكوين، باش كان يلا خرج، كانت كتدخل كتكليك على الاشارات ديالو وكتربح لي ساتوشي. كانوا لي ساتوشي كتربح وكدير لهم سميتو، كتدخل كتشارك في زير دروب ديال البيتكوين كذا كتربح البيتكوين. دابا البيتكوين باش تربح ساتوشي دابا ما ساويه والو. واحد بيتكوين راه كيوصل حتى ل 69 مليون، 69 الف اورو. دابا الحاليا اللي طايح البيتكوين راه في 30 الف اورو، راه طايح في 30 الف اورو. فهمتي شنو هي؟ البيتكوين طايح في 30 الف اورو. دابا مثلا ابطوس خرج، ابطوس واحد المشروع ديال ابطوس اللي عطى البنادم 1300 حبه، على الاقل عطى البنادم 1300 حبه. 1300 حبه الناس دارت به الروينه. هذاك ابطوس شنو دارت؟ انت ما كتدخل وكتقولها لي وكتقول لي واحد ابطوس غادي يفتح اير دروب، وانا كنقولها الاخر والاخر كيقولها الاخر. كندخلوا كنشاركوا، الكوميونيتي ديالهم كيتزادوا لهم لي فالوور في الانستغرام، كيتزادوا لهم لي فالوور في التويتر، كيتزادوا لهم. ثاني حاجه كيدخلوا المستثمرين. هذه هي المهمه الحاجه المهمه انهم كيجيبوا مستثمرين. انا ملي كندخل وباغي نستثمر عندي واحد مثلا مليون دولار وباغي نستثمرها، كيطلع لي ابطوس وكيطلع لي اربيتروم من هنا وابطوس من هنا، بجوجهم دايرين لي زير دروب. وباش عرفتهم انا؟ لان الناس دارت لهم اشهارات وتشهروا. ملي كندخل كنشوفهم كنقول واو، الابطوس مشروع واعر، مبلوع على واحد البلوكتشين اللي واعره، لي ترانزاكسيون ديالو رابيدو، الاستقبال ديالو رابيدو كذا.
كندخل كنستثمر فيه ديك المليون دولار، هما صدقوا رابحين، رابحين معايا، رابحين مع الاخر، رابحين لان الشبكه ديالهم دخلوا لها الناس، استثمروا فيها مستثمرين، المشروع ديالهم غادي يكبر، غادي يدي شهره، غادي يزيد يخدم. هادو علاش كيديروا لي زير دروب. دابا كاملين اغلب العملات ولاو كيديروا لي زير دروب. مثلا تسو دابا علاش دارت اير دروب؟ دابا تسو كلشي كيدوي على تسو. شكون كان يعرف تسو كون ما كانتش دارت اير دروب؟ شكون كان غادي يعرفها في هذا المجال ديال العملات الرقميه؟ كانت غادي تبقى عند واحد الناس محددين قلال، ما غادي يسيق لها حتى واحد الاخبار. دابا كلشي كيستثمر فيها، دابا كلشي جالس كيدير ستيكينغ للعملات، مثلا البي ان بي والتي او اس دي تي باش يربح تسو. تصور معايا بنادم بدا كيشري وكيستيكي، وبنادم موجد فلوس. صحابي انا كنعرفهم، ها اللي موجد 5000 دولار، ها اللي موجد 2000 دولار، ها اللي موجد غير غادا تطيح تسو غادي يشريو منها، غير غادا تحط غادي يشريو منها. علاش؟ لان الاشهار ديال هاد الاير دروب هو اللي شارها بهذه الطريقه. وكاينين عملات عديده وعديده وعديده اللي داروا اير دروبات وتشهروا وخداو شهره عالميه. ومنهم العملات اللي مثلا ديال ديك دي اف اي، ديفي نيتورك، هذيك كان الحوت ديالها مات، الحوت ديالها مات. كانت بدات كطيح العمله. شنو داروا اير دروب في غير 25 دولار. ديك 25 دولار طلعاتهم هذيك 25 دولار طلعاتهم الناس كامله، مشات دخلات تيليشارجات سميتو الواليد ديالهم، دخلت الاير دروب ديالهم، ولا على واحد الضجه، جاو مستثمرين جداد. كاينه عاوتاني واحد منصه ديال فيا ريال، واحد المنصه ديال فيا ريال سميتها زوم اكس ولا زوم شي حاجه. المهم ديك المنصه عاوتاني دارت اير دروب على 20 دولار. اسبانيا كامله تقريبا تيليشارجاتها، اسبانيا كامله دخلت المنصه وبداو كيتريديو فيها. والمنصه دات واحد الشهره اللي مزيانه في اسبانيا. علاش؟ بداك الاير دروب. وتصور معايا اير دروبات اللي كيوصلوا 7000 دولار، 8000 دولار، 10000 دولار. وبالخصوص لي زير دروب ديال ان اف تي، لي زير دروب ديال ان اف تي كيديروا اير دروب باش كياخذوا واحد الشهره عالميه. وهذاك الان اف تي كيولي عنده واحد القيمه سوقيه اللي كتكون كبيره بزاف، وهما كيستافدوا كيجيو مستثمرين. هذا علاش خوتي باش كيوليو عندهم كوميونيتي كبيره اللي في المجال ديال العملات الرقميه. ثاني حاجه كيجيو مستثمرين. هذا علاش كيديروا لي زير دروب، راه ماشي كيجيو وكيعطيوك فلوس فابور. لذلك اخوتي دخلوا لي زير دروب، ديروا التيست ديالكم، داكشي اللي طالبين منكم، باش حتى هما كيشوفوا الشبكه ديالهم الخلل اللي كاينه فيها، باش كيطوروا من الشبكات ديالهم وباش تربحوا حتى نتوما. واللي ما بغاش يبقى مستثمر في شي سميتو كيف يربح الاير دروب يبيعو. انت رابحو مجاني، بغيتي تبقى مهولديه حتى تبيعو بشي ثمن اللي مزيان، بغيتي تبيعو بالزربه تبيعو بالزربه. هذا ما كان على الاير دروب. واللي مازال ما فهمش شي حاجه، مرحبا خوتي، حطوا لي في التعاليق وانا نشرح لكم. والى فيديو قادم ان شاء الله.